اخويا الاهلاوي الجميل، الزمالك اصحاب الدوري والكاس بيتعادلوا مع المريخ السوداني بنتيجه 0-0 في تاني مباراه ليه في دوري ابطال افريقيا بعد الهزيمه من بلوزداد بنتيجه 1-0. المباراه دي هي الذهاب بتاع الزمالك، بس برضه حابب اقول لك حاجه، ان المباراه دي اتلعبت على اراضي ليبيه، يعني بالنسبه للمريخ السوداني هي برضه ذهاب زيك مش في ارضهم، فمحدش يطلع يقول لي احنا كنا في ذهاب فاكيد مستوانا كان وحش عشان كده ما لعبناش فعشان كده اتعادلنا. لا حبيبي، احب اقول لك ان انت اصلا بالنسبه لك الموضوع ده ما فيهوش اي نقاش تماما، لان المريخ السوداني بره ارضه وانت بره ارضك، يعني انتوا الاتنين متساويين. مباراه شفنا فيها المريخ السوداني حاجه جديده علينا تماما ما شفناهاش قبل كده. المريخ السوداني النهارده عمل كل حاجه في الكوره يا جماعه، كان بيعمل خطوره على الزمالك، كان بيروح باهداف محققه لكن اللعيبه ما فيش اي حد بيخلص، كان اكبر خطوره، كان اكبر استحواذ، كانت كل حاجه بالنسبه للمريخ السوداني في المباراه. الزمالك يعتبر ما جاش المباراه دي تماما. تعادل النهارده، الزمالك بقى عنده نقطه واحده في الجدول، يعني عندهم ماتش الجاي مع الترجي التونسي، وبالنسبه للزمالك والزملكاويه كلهم عارفين خطوره الترجي التونسي، وبالنسبه لهم الترجي التونسي رعب المجموعه في دوري ابطال افريقيا. وفي الاخير محدش من الزملكاويه يا اخواتي يطلعوا يقولوا لينا ضربه جزاء وما اتحسبتش. احب اقول لك يا اخويا ان انت بتلعب في دوري ابطال افريقيا بحكام مالهمش دعوه خالص بالاحتواء زي ابراهيم نور الدين، والتفاصيل دي كلها مش عايزين ندخل فيها، بس انا عايز اقول لك العب برجوله عشان تكسب، غير كده مفيش كلام تاني.